لمخازن وين شفنا عدد معتبر من العجلات اللي حجزتهم الدولة بسبب المضاربة، وهذه عادة ثقافة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز، كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير. الجزائر كتستعد لطوابير جديدة، ولكن المرة من واحد النوع خاص، ماشي الحليب، ماشي السميدة، ماشي العدس، ماشي. هاد المرة كاينين العجلات، 1,500,000 عجلة غادي تقسم على 1,500,000 سيارة. خويا اللي فهم يتسطى. شوفوا الفيديو نكملوا من بعد إن شاء الله. عودة مجددا مشاهدينا الكرام وإلى فقرة ضيفي الغرفة. يشهد سوق إطارات العجلات في الجزائر تحولا ملموسا بعد توقيع نفطال عقدين تجاريين مع شريك ألماني وإيطالي لتزويد السوق ب1,500,000 إطار في المرحلة الأولى تنفيذا لقرار حكومي صدر نهاية أوت الماضي. وأسند لنفطال مهمة تأمين وفرة الإطارات وحماية السوق من الاضطراب والمضاربة، خطوة تقدم كحل عملي لأزمة الندرة وارتفاع الأسعار، خصوصا بعد الفوضى التي عرفها ملف استيراد العجلات خلال وعدم التزام عدد من المتعاملين بحصصهم. ويعد هذا الإجراء، كيف سيعد هذا الإجراء مشاهدينا التوازن إلى السوق، وهل سنرى انخفاضا ملموسا في الأسعار يصل إلى 35 وحتى 55% كما هو متوقع؟ وما موقع المستهلك في كل هذا من حيث الجودة، الأمان وضمان الوفرة؟ يطال النقاش مشاهدينا. أسعد باستضافة الأستاذ وحيد بن رجاء، رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك بالبليدة. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة، صباح الخير لك وللجمهور قناة البلاد. نعم، إذا ننطلق في نقاشنا أستاذ وحيد. اتفاقية استيراد 1,500,000 من إطارات العجلات. أولا دعنا نتحدث أو نعود قليلا للأسباب التي فرضت اتخاذ هذا القرار. هي بداية خلينا نصحح بعض المغالطات التي وقعت عند المواطن الجزائري من خلال ترويج لأخبار كاذبة تخص أسباب الأزمة التي وقعت في هذا الإطار هذا تاع العجلات. نعم. يعني بالنسبة للعجلات تاع السيارات، الكثير من المواطنين اللي يعتقد أن السبب يعود لغلق الاستيراد، وهذا خطأ، لأن الدولة عمرها ما غلقت الاستيراد تاع السيارات، بل حددت يعني الكميات اللي يحتاجها السوق الوطني حسب الحاجيات تاعنا بطبيعة الحال، حتى ما تكونش في فوضى اللي شفناها في سنوات ماضية. إلا أنه فيه ناس اللي للأسف يعني نفسيتهم يعني تقدر تقولي غلب عليها الجشع، ففي كل قطاع يحاولوا يخلقوا ترويج لندرة تاع مادة معينة من أجل يعني من أجل خلق المضاربة الغير مشروعة في هذيك المادة. شفناها في الزيت، شفناها في كثير من المواد، مست كذلك العجلات وين كان فيه تحديد لكميات الاستيراد، ولكن بعض الأطراف اللي روجت للندرة بعدها المواطن التهم هذا الترويج الكاذب تاع الندرة وعاد يمشي في الهضره. وحتى بالنسبه لمحلات التجزئه وين كان كذلك المواطن كي يتوجه يروح يقتني عجله، كي يصيب السعر مرتفع، كي يطلب يعني كي يحب يعرف السبب يقولوا له باللي غالقين لامبورطاسيون. دونك هذه شفناها منذ تقريبا 3 سنوات سنتين. هذا الترويج تاع الندرة زاد ساهم في بعض الخطط الخبيثة اللي شفناها، انه مثلا فيه ولايات اللي يكون فيها طلب كبير على العجلات. نعم. نشوفوا كاين ندرة، ما بعض نشوفوا بلي كاين ندرة، وحتى بالنسبة للكميات المخصصة لها من طرف الجهات المعنية بالتوزيع يعني المستوردين، نشوفوا بلي ما كاش ليكيليبر هذاك في التوزيع. روحي ولايات مثلا داخليه اللي ما تحتاج كميات كبيره تاع العجلات يوزعوا لها كميات كبيره اكثر من واش تحتاج، بينما المدن الكبرى والولايات الكبرى اللي تحتاج يوزعوا لها يعني كميات قليله. فهذا خلق كذلك خلل في السوق، وطبعا هذا باش كذلك حتى اجهزه الرقابه ما تشعرش باللي راهو كاين فيه يعني مضاربه، يعني باش ما تشعرش باللي كاين فيه تخزين لهذه الماده. ضيف الى ذلك هذا الموزعين، احنا كنا كمنظمه جزائريه لحمايه المستهلك كنا نشرنا منذ اسابيع انه فيه شركات تاع استيراد اللي عندها من المفروض التزام باش تستورد كميات تاع معتبره ومعينه تاع العجلات، ما كانش فيه التزام للاسف من طرف هذه الشركات تاع الاستيراد. وكنا نشرنا هذا
عدد هذه المؤسسات وسالنا ونبقاو نسالوا علاش لماذا يغيب هذا الالتزام، وش هو الغرض. فننتظر دائما يعني السلطات او الدوله الجزائريه باش يعني تردع مثل هذا السلوكيات. في المقابل الدوله اعطت حل اخر، وهو اللي خلى خلى المواطن اللي راهو يطالب بتوفير هذا الماده باش يرتاح، لانه المشكل ما كانش في الكميه او في الوفره قد ما كان في يعني في الوفره في الواقع نحكي قد ما كان في نوعيه الموزع، شكون هو اللي راهو يوزع لنا هذه العجلات. كانت هناك مضاربه حتى سمسره مضاربه وشفناها يعني كان فيه مداهمات لمخازن وين شفنا عدد معتبر من العجلات اللي حجزتهم الدوله بسبب المضاربه. وهذه عادة ثقافه عند الكثير من الوسطاء الغير شرعيين والدخلاء على التجاره بصفه عامه. يعني في كل ماده ضروريه يحتاجها المواطن الجزائري يخلقوا له الندره هذه باش يكون فيها ربح سريع. نعم. سد وحيد، مثل ما ذكرت هناك بعض المتعاملين الاقتصاديين لم يلتزموا بحصه استيرادهم للعجلات، اطارات العجلات، وتم اتخاذ قرار اسناد هذه المهمه، مهمه تامين السوق الوطنيه من العجلات الى شركه نفطال. كيف قراتم هذه الخطوه؟ خطوة جد إيجابية، لأنه هذا هو المشكل اللي راه واقع عموما في الكثير من القطاعات اللي متعلقة بربما اختلالات في التوزيع. المشكلة راه في الموزع. شركة نفطال أولا هي شركة يعني عندها كما نقولوا احنا سمعة طيبة ومهنية بالنسبة لعملية توزيع المنتجات البترولية. شركة كونتيننتال كذلك هي شركة عالمية وكذلك عندها سمعة جيدة بالنسبة لمعايير السلامة والجودة تاع المنتجات تاعها، وكذلك حتى بالنسبة للأسعار، ولو أنه السوق تاعنا بطبيعة الحال حتى بالنسبة للأهداف اللي عندنا من اجل خلق الانتاج الوطني، ولكن نبقاو دائما السوق تاعنا بحاجه الى منتوج، يعني بحاجه الى خلق المنافسه من طرف المنتوج كذلك العالمي. وحيد، ما الذي رجح كفه هاتين الشركتين الالمانيه والايطاليه مقارنه بغيرهما؟ والسمعه تاع هذه الشركات يعني يسبق يعني تسبق اسمهم على كل حال على المستوى العالمي، ف يرشح انه الجوده وكذلك بالنسبه للسعر ديالهم مقارنه بالعلامات الاخرى، وحتى بالنسبه لجوده العلامات الاخرى العالميه الاخرى. شفنا حتى بالنسبه للتصريح تاع مدير شركه توزيع نفطال او اللي مكلفه بتوزيع العجلات، انه راح يكون فيه تاثير على اسعار العجلات محليا يصل الى 35 حتى 55%. قلت لك الشيء اللي خلق نفس عند المواطن الجزائري يعني خلاه يرتاح هو المتعامل اللي مكلف بتوزيع العجلات، وكذلك الشريك الالماني اللي معروف بالجوده وكذلك معروف بالمعايير تاع السلامه بالنسبه لهذه العجلات اللي شفنا باللي تسببت في العديد من حوادث المرور. وحتى بالنسبه للمواطن الجزائري والمستهلك الجزائري عاد متطلب كذلك من ناحيه الجوده، وشفنا باللي جوده بعض العلامات حتى الخارجيه حتى ما نذكرش المصدر تاعها يعني واش من البلاد اللي ما تتماشاش مع طبيعه الطرقات اللي موجوده اللي متوفره عندنا، يعني حتى وين صار المواطن حتى يشري يعني عجله تاع مليون او مليون و200 يعني نحكي لك في وقت مضى، ولكن كان يبدلها 6 خطرات في العام بسبب يعني جودتها الرديئه مقارنه بجوده العلامه الالمانيه اللي راح تستورد كونتيننتال اللي معروفه كذلك ب كاش يقولوا لا ديري دفي تاعها اللي تشد. فهذو معايير اللي المواطن كان يطالب بهم، ولكن المشكل خلى كاش يقولوا السلوكيات تاع المتعاملين الاقتصاديين خرجتنا من البحث عن الجوده والسعر، ولينا نحوسوا على الوفره فقط، ولهذا لجأ المواطن العجلات المستعمله. دونك كي يعود عندنا هذا التنافس في السوق، المواطن يولي مرتاح
لانه راح يشوف باللي راح يكون فيها اثر كبير على الاسعار. نعم. وهذا الشيء اثر ايجابيا على القدره الشرائيه تاعو اللي تمست كثير. الحق المواطن وين ولا يعني خاطر يغامر بحياته غير باش يحافظ على القدره الشرائيه تاعو، يعني يمشي بسياره يعني بعجلات مهترئه، المهم ما تمسلوش القوت تاعو. وفي المقابل يعني شفنا حوادث مرور اللي كلفت المواطنين يعني خسائر ماديه، وكاين اللي كلفتهم حتى خسائر يعني نعم. مع جسديه. فهذا الامر يعني عنده اثر على المواطن. دونك المبادره هذه ولا الامر اللي جاء من عند السلطات العليا للبلاد بالنسبه لاستيراد كميات معتبره تصل حتى 4 ملايين ونصف كمرحله ثانيه يخلق يعني هدوء في السوق المحليه بالنسبه للعجلات. أستاذ وحيد، من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في خفض الأسعار بين 35 و 55% من الأسعار المتعامل بها حاليا. قد يطرح المواطن سؤال: هل هذه الأسعار ستكون ظرفية؟ ظرفية ومقارنة بمردود الأداء تاع مؤسسة التوزيع. دوك احنا نقاط البيع اللي راح تكون مسخره من اجل توفير هاد العجلات، اسكو راح تكون عندها يعني اثر يوصل حتى ل 55%. تذكر انه هناك 2000 نقطة بيع توزيع بالنسبة لشركات النفط، لكن يبقى الاداء كذلك عنده تاثير. نقولوا 2000 نقطة بيع، ولكن نروحوا مثلا لاغلب نقاط البيع وما نلقاوش مثلا الكمية اللي يحتاجها المواطن. كذلك لازم نردوا بالنا من الجهات اللي ربما تطمع في وفرة هذه العجلات على مستوى نقاط البيع. كاين اللي يحب يمارس المضاربه هكذا يعني في ثقافته، يعني يحب يمارس المضاربه الغير مشروعه، يروح يقتني كميات كبيره. دونك قلت لك في اداء عمليه التوزيع لازم تكون فيه يعني عمليه تكون شفافه بالنسبه للمواطنين. كذلك ما يكونش فيه هذاك الاقبال الغير منطقي على العجلات. يعني صحيح انه راك في حاجه، ولكن هذا ما يعنيش انه تروح تشري 8 عجلات تحتاج 4. نعم. دونك فينا هذيك في بعض الاحيان المواطن كذلك ترشيد الاستهلاك مثلا. بارك الله فيك، يكون فيه ترشيد الاستهلاك. لهذا الاداء تاع عمليه التوزيع ياثر على الاسعار. بعض الاحيان مجهودات الدوله تكون يعني مسخره، ولكن في الاخير ما يلتمسهاش المواطن. علاش؟ لانه الاداء ياثر على نتيجه المجهودات. يعني بالنسبه لتوزيع العجلات، عمليه التوزيع فيه عوامل اللي تاثر على الاسعار، فيه الشفافيه، فيه الهامش تاع الربح. كذلك المواطن راح يتساءل: اسكو هذه يعني اسكو نفطال راح تتنازل على هامش ربح يعني معتبر الى اخره من النقاط اللي راح ربما نلاحظها بعد ايام. لانه الاستيراد ربما عمليه الاستيراد او الشراكه امضوا عليها بالامس، فالايام المقبله القريبه جدا راح نلاحظ طبيعه تاثير هذه الخطوه على الاسعار فعليا. خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو المحتوى ديال اليوم. كما شفتوا كاملين الناس فرحانه وغطير بالفرحه وما قدام فرحه بحال جابوا ما نعرف شنو. اكبر اقتصاد في ثالث اكبر اقتصاد في العالم، والاول في افريقيا، والقوه الضاربه والهاربه غادي تدخل لهم 1.5 مليون عجله. ما فهمتش هذه القضيه ديالهم مع هذا 1.5 مليون هذا فين ما تيبغيوش يكذبوا شي كذبات يدخلوا فيها. المهم المليون، وبعد مرات كيزيدوا حتى داك النص حتى هو. خوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تخلوا الاراء ديالكم وتدعموا القناه. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.